السلام عليكم ورحمه الله. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم لي كروكيت ديال البطاطا او الكره ديال البطاطس اللي كتجي كنقليوها ولا كنديروها في الفران على حسب كل واحد والرغبه ديالو. غادي نوجدوا كميه كبيره وغادي نحتفظوا بها في المجمد ان شاء الله. غادي نحتاجو هنايا 2 كيلو ونص ديال البطاطا. شديتها سلقتها بالقشره ديالها. انا ما كنقاش عاد كنسلقها حيت هكاك تشرب ليا الماء. هذه نصيحه، خليو البطاطا بقشورها باش كتجيكم ناشفه وكتجيكم زوينه. غادي نقيها هكا كامله. هاد الكميه تقريبا عطاتني 70 حبه ديال لي كروكيت ب2 كيلو ونص ديال البطاطا. وهنايا غادي نمعسها مزيان. غنجيب هذه اللي كتمعس البطاطا اولا لا عندكم هذيك الطحانه اليدويه حتى هي اللي كنا كنديروا بها مطيشه. غادي ندوزوها فيها بطبيعه الحال باش كتولي لنا رطبه اولا فرشيطه، اي حاجه مهم معسوا بها البطاطا حتى تولي رطبه مزيان. انا غادي نستمر بحال هكا نكمل الكميه كلها اللي عندي هنايا علبه ديال لدان دفيمه من فئه ديال 80 غرام، وعندي تقريبا 150 غرام ديال الفرماج احمر. كيف شفتوا كنديروا فيها كميه بسيطه ولكن كتنسوا لينا هاد لي كروكيت كاملين. هادو كروكيت اقتصاديين غادي ينفعوكم ان شاء الله في رمضان حيت كنوجدوا تيخرجوا لنا كميه كبيره. عندي هنا 3 الحبات ديال الجبن مثلث، وغادي نحتاج الملحه والبزار وواحد الضامن ديال البقري. ما بغيتوهاش ما ديروهاش. كنشد هذاك لدان فيمي والفرماج كنطحنهم مزيان في الطحانه باش كيوليو رقاقين، و المذاق ديالهم غتوزع لينا على البطاطا كامله. ما كنقطعوهمش طريفات صغارين، كنطحنوهم صافي حتى كيوليو هكاك رقاقين بزاف. هنا غادي نجيبوا هاد الضامه غادي نحكوها كيف قلت لكم اختياري، الا ما بغاش ما يديرهاش. صافي كنمعسها مزيان. من بعد ما درت الجبن المثلث معستو حتى هو مزيان. غنضيف هنايا الملح على حسب الذوق ديال كل واحد، وديروا بحسب ان لدان فيه مملح ماشي مملح، راه تيكون مالح. وحتى الفرماج الاحمر كيف كتعرفوا راه تيكون مالح حتى هو. بغيتو تضيفوا الموتزاريلا حتى يزيدوها، تيبقى داكشي على حسب الرغبه ديال كل واحد. انا عطيتكم لا باز وانتم غديروا فيها اللي بغيتو. اي اضافه بغيتوها نتوما على حسب الذوق ديالكم، ولكن بهكا كتجي زوينه بحال اللي كتباع في المحلات اولا في لي ريستو اولا اللي كيتباعوا مجمدين. صافي هنايا غادي نعجن كلشي. من بعد ما بردات ليا البطاطا شويه كنعجنوا بيدينا باش كيتعجن لينا كلشي مزيان الخليط ديالنا. هاد الوصفه هذه كتجينا اقتصاديه بزاف. كاين اللي كيبغي يعمرها بالجبنه، كل واحد باش كيبغي يعمرها. انا ما غاديش نعمر حتى حاجه، غنخليها بحال هكا. صافي هنا من بعد ما عجناها مزيان، ضروري نعجنوها مزيان باش يتجانسوا لنا كاع المكونات. هنا غادي نضيف 3 المعالق كبارين ديال النشا حتى 3 المعالق ونص ديال النشا يكونوا كبارين. صافي غادي نخلط ثاني مزيان الخليط ديالنا بحال هكا حتى كيتجانس لينا مزيان. هنا من بعد ما خلطنا مزيان كنبداو تنشكلو هكا. غندير انا 2 شكال، غندير على شكل اصابع شويه بحال هكا غلاطين، وغادي ندير كويرات. ممكن لكم ديروا غير اصابع، ممكن لكم ديروا كويرات على حسب الذوق ديال كل واحد. انا اختاريت ندير 2 شكال. كيف كتشوفوا راه كبار تبارك الله. القطع اللي كندير من هاد القطعات خرجت ليا 70 قطعه، يعني الا جيتو تشريوهم راه غيخرجوا لكم ثمن كتار بزاف. من 2 كيلو ونص ديال البطاطا. هادو كينفعوكم في رمضان، غير كتخشيهم في المجمد. ملي كتحتاجوهم كتجبدوهم مباشره كديروهم في الزيت، ما كتخليهمش انهم يبردوا اولا يطلقوا اولا يذوبوا، لا مباشره كنديروهم في الزيت تكون العافيه ديالها مجهده. صافي من بعد ما كنديروهم كنقصوا عليها شويه باش يطيبوا لنا حتى من الداخل. هنا دابا غادي ندوزو باش غادي نكملوا الطريقه ديالنا ديال لي كروكيت. عندي هنايا 3 ديال البيضات اولا 4 على حسب الكميه، على حسب البيض زعما واش صغير ولا كبير. نديروا البيض اللي قدنا. وعندي الطحين وعندي لا شابليغ. البيض درت فيه شويه ديال البزار غير باش نسمو حتى هويا، ودرت هنايا فيه شويه ديال الخل باش نحيدو الزفوريه ديال البيض. صافي ما كندير فيه لا حليب لا حتى حاجه، غير البيض بوحدو مع الخل وشويه ديال البزار. الملحه ما ضفتهاش حيت دقت الخليط ديالي انا راه هو هذاك في الملحه، يعني ما نحتاجش انني نملح الطحين ولا لا شابليغ ولا البيض، غير هذا القياس اللي درت كافي.
طبيعه الحال كنذوقوا الخليط ديالنا، وإلا خاصه ثاني ملحه اولا بزار كنضيفوهم. اول حاجه غادي نديروهم في الطحين كيف كتشوفوا، وكنسوسوهم هكا مزيان من الطحين باش ما يشدوناش الطحين بزاف. ولكن اهم حاجه انهم يكونوا دايزين مزيان في الطحين، حيت هاد الطبقات اللي كنديرو هما اللي كيديروا القشره على هاد لي كروكيط هادو، وفاش يكونوا تيتقلاو ما يطرطقوش لينا وما تفرتش لينا الكروكيط. هنايا غادي نبقاو كندوزوهم كلهم في الطحين بحال هكا بكميه بكميه. من بعد غادي نضيفهم ندوزهم في البيض، واخر حاجه غادي ندوزهم في لا شابلور، اولا عندكم هذيك لا شابلور ديال الشينوا كتكون شويه ما عرفتش شنو سميتها، حتى هي كتجي زوينه، كتجي بحال شويه مشعكه. هاد لي كروكيط كتجي فيها زوينه ومقرمشه. اولا غتشدو غير الخبز كيف كندير انايا، كيبقى ليا الخبز اولا الباغيت كنخليه حتى كيبس، اولا كتبسيه في الفران صافي وكطحنيه مزيان وكتخليه وكتخدمي به وقت ما بغيتي. كنديرو في المجمد وكنخليه. غادي نمردها هكايا في لا شابلور مزيان، نحاول انني كاع الجناب نديرهم، وغادي نستمر بحال هكا حتى غادي نكمل الكميه كلها اللي عندي. انا غادي نستمر بحال هكا حتى غادي نكمل الكميه كلها اللي عندي، وغادي نستفهم هكا بحال شي بلاطو اولا شي حاجه غادي تدخل المجمد، حيت ضروري خصنا نجمدوهم. عاد غادي نديروهم في بلاستيكات ونحتفظوا بهم الوقت اللي بغيناهم. راه كنجبدوهم وتنقليوهم كيف قلت لكم مباشره، كنقليوهم. نتمنى ان شاء الله نكون فدتكم بهذا الفيديو ويجيكم ساهل ويجيكم اقتصادي، يعني ما مكلفش بزاف. صافي هذا واش الشكل ديالهم النهائي من بعد ما ساليتهم كاملين، كيجيو بحال هكا رائعين بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوه. نتلاقاو في فيديو اخر جديد من الفيديوهات ديال التحضيرات ديال رمضان ان شاء الله. كنحاولوا اننا نقصوا علينا شويه ديال الخدمه كيف كتعرفوا. رمضان مبارك كريم. نتلاقاو في فيديو اخر جديد، بسلامه.